كيكة الحليب التركية او كيكة التريليتشا. سميها زي ما تسميها، المهم ان هي كيكة خطيرة وطعمها بجد مختلف تماما عن كل الكيكات اللي كلناها قبل كده. تعالوا نقول المقادير بتاعتنا. مقاديرنا بسيطة خالص وحطها قدامكم، من كتر بساطتها هتقومي تعمليها دلوقتي. الكيكة بتاعتنا عبارة عن 2.25 كوباية من الدقيق، 1.5 كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، 3 بيضات بحرارة الغرفة، وكمان معانا كوباية من الحليب، ومعانا 3 4 قطع كده من الزبدة هنوزعهم طبعا في الاستعمال. بصوا بقى، اول حاجة هنحطها مع بعض كده، هنحط البيض وعليه السكر وعليه نص كوباية الزيت. نص كوباية ليه مش كوباية؟ علشان لسه هنستعمل زبدة واحنا بنسخن الحليب. وهنضيف طبعا بما ان في بيض لازم نحط فانيليا. حاولي يكون البيض صابح، وكمان ما يكونش بحرارة التلاجة، وتحطي فانيليا بكمية كويسة. ضفت هنا معلقة كبيرة من الخل، والخل هنا محسن هيخلي المسام بتاعت الكيكة حلوة جدا. هنبدأ بقى في خفق البيض مع السكر والمكونات التانية، بس لازم تخفقيهم كويس جدا لحد لما البيض يفتح معاكي، ما يبقاش لونه اصفر. من مميزات الكيكة دي ان هي لازم تطلع بيضة معاكي ولونها فاتح. بصوا كده، انا وقفت خفق علشان هبدأ اني اسخن الحليب. هنا معايا كوباية كاملة من الحليب، وهضيف عليها مكعب او مكعبين من الزبدة. بصوا، هو مكعب كبير، يعني نضيفه بقى مكعب كبير بمقام 3 معالق كده من الزبدة، وحطيته على النار لحد لما اللبن يغلي علشان خاطر هضيفه معايا على الكيكة. هنا بقى رجعت كملت خفق كويس جدا. ما تستعجليش، ولازم تدوبي السكر كويس قوي قوي. هنا بقى جبت الدقيق، هضيف عليه باكو من البيكنج باودر او الكيك شيف. الفرق ما بين البيكنج باودر والكيك شيف، لو انت عايزة الكيكة فاتحة معاكي ضيفي الكيك شيف، لو عايزاها صفرة لونها اصفر ضيفي البيكنج باودر العادي. خلطتهم كده مع بعض ونزلت بيهم على البيض، وحطيت كمان رشة صغيرة من الملح. هبدأ بقى اني اخفق الدقيق مع السوائل بتاعتنا. وخلوا بالكم احنا لسه ما حطيناش اللبن. الحليب طبعا احنا حاطينه بره، فهتلاحظي وانتي بتقلبي كده الدقيق مع البيض بتاعنا اللي احنا ضربناه كده مع بعض، هتلاحظي ان الخليط تقيل غير القوام بتاع الكيكة اللي احنا متعودين عليه. فده لسه علشان لسه ما اضفناش السوائل كلها. طبعا بقى تقلبي كويس، بس طبعا بتقلبي بالراحة علشان خاطر البيكنج باودر ما يطلعش الهواء من الكيكة. فهنقلب بالراحة. هنا انا وقفت بقى المضرب خالص علشان اقلب بالراحة كده بالسباتولا او بالمضرب بالراحة خالص، المضرب اليدوي. هبدأ بقى اخفق كل المكونات كده وانزل الدقيق من الجوانب لحد لما يمتزج كل المكونات كده مع بعض. انا مش هحط اللبن او الحليب، مش هحط الحليب الا لما الدقيق يمتزج تماما مع البيض. ولازم تكوني متأكدة انك خفقتي المكونات كويس جدا مع بعض. طبعا هي ممكن تتعمل بالخلاط وممكن تتعمل يدويا، بس هتاخد منك وقت شوية علشان خاطر البيض يفتحها معاكي والسكر يدوب كويس جدا. زي ما انتوا شايفين القوام تقيل جدا. هروح بقى اجيب الحليب زي ما انتوا شايفين، بصوا بيطلع دخان. ما تقلقيش خالص ان هو سخن قوي كده وان فيه لبن وفيه بيض، فما تخافيش ان البيض يستوي لان هو خلاص امتزج مع المكونات. وما تخافيش على البيكنج باودر لانه مش هيطلع الهواء، لان هو امتزج خلاص مع المكونات، فما تقلقيش من النقطة دي. اخلطي المكونات بقى كلها كده مع بعض لحد لما الكيكة بتاعتك كلها تبقى قوام واحد، واللبن او الحليب يمتزج كويس جدا مع المكونات. هتخفقي كويس وطبعا بالراحة علشان ما تطلعيش الهواء زي ما اتفقنا. هجيب بقى الصينية بتاعتي هبطنها، يكون مقاسها كبير شوية، ما تكونش مثلا مقاس 20
علشان خاطر الكمية بتاعة الكيكة كبيرة. طبعا ما تكونش كبيرة برضو قوي، يعني خليها وسط، علشان خاطر زي ما انتوا شايفين الحجم ده. بتبطني بقى الصينية بتاعتك، وبتضيفي بقى المكونات بتاعتك كلها بعد لما امتزجت. وزي ما شايفين الكيكة ناعمة خالص، ما فيهاش اي كتل ولا اي دقيق ولا اثر للسكر. وهتضيفي بقى كل المكونات، وهتبدأي بقى انك انتي تخبطي الصينية كده كام خبطة لحد لما تخرج الفقاعات اللي هي بتبقى متجمعة من جوه. ممكن طبعا تفرغيها بالخلة بتاعة الأسنان. وهندخل الصينية على درجة حرارة 180. وبعدين بعد شوية، بعد 10 دقايق كده، هتهدي النار شوية علشان ما تستويش من بره وتفضل نية من جوه. مش بنفتح عليها قبل نص ساعة، لان هي بتاخد وقت في السوى، فمش هنفتح قبل نص ساعة ونختبرها من النص. هنبدأ بقى نعمل مع بعض الكراميل هنا. جبت نص كوباية من السكر. انا كنت حاطة اكتر من نص كوباية، كنت حاطة كوباية ولقيته كتير. فاعملي نص كوباية من السكر بس، وما تحركيش السكر الا لما يبدأ يكرمل كده من تحت ويبدأ يبان لونه بس كده. وبعد كده بتبدأي انك انتي تقلبي علشان تدوبي كل السكر الموجود. والسكر لازم يكون ابيض، ما يكونش حبيبات وما يكونش بودرة، يعني هيكون سكر ابيض بس يكون ناعم شوية. هتنزلي بمكعب من الزبدة، مكعب واحد افضل من مكعبين، مكعب حجمه يكون معقول. وهتنزلي بيه على الكراميل كده بعد لما استوى معاكي ولونه بقى حلو وخد اللون الاشقر الجميل. هتنزلي عليهم بكوباية من الحليب، وهتقلبي بالراحة علشان خاطر هيغلي جامد معاكي وهيفور، عشان درجة حرارته بتبقى مرتفعة جدا. انا نزلت بيه واحدة واحدة كده، وسبت شوية صغيرين في الكوباية علشان هضيف عليهم معلقتين من النشا علشان اربط بيهم صوص الكراميل بعد لما يغلي كويس مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، ربع كوباية من الحليب اللي متبقية، وضفت عليها معلقتين من النشا، نزلت بيها وهفضل اقلب لحد لما الصوص يتقل معايا ويكون قوامه حلو كده وكريمي ومفهوش اي حبوب من السكر. بصوا بقى الكيكة طلعت زي القمر، يعني هي مش محتاجة حاجة اصلا وممكن تتاكل كده. هسيبها بقى تبرد خالص، وهبدأ بقى اني اجيب خلة اسنان، وهبدأ اني اعمل فيها ثقوب كده علشان لما اسقيها بالحليب لازم تشرب الحليب، وهي كده كده اصلا اسفنجية. وهتشرب معانا الحليب. عايزه اقول لكم النوع ده من الكيكه ما شاء الله طلعت عاليه جدا. وتقدري تعملي بيها تورته، تقدري تقسميها من النص وتحشيها، يعني مش بس انك انتي تعملي بيها الترليتشه. المهم بقى جبت الحليب عشان اسقي بيه الكيكه بعد لما هديت شويه. الحليب هنا مش سخن، هو كان دافي شويه. وممكن تستعملي حليب عادي خالص، يعني بارد، مش يكون سخن ولا دافي. سبتها بقى في التلاجة شوية تبرد. وبعدين انا كنت هنا عاملة الكريمة مش محتاجة ان انا اعملها قدامكم. كريم شانتيه معروف هو بيتعمل ازاي. وضربته كويس جدا لحد لما عمل معايا منقار، وحطيته في التلاجة يبرد. ولما الكيكة استوت ابتديت اني افرده كده على وش الكيكة بعد لما الكيكة بردت خالص، علشان ما تسيحش مننا الكريم شانتيه. بتساوي بقى الوش كده كويس جدا. هي طلعت طبعا ما شاء الله عالية، فما ادتنيش مساحة كبيرة فوقيها علشان خاطر احط كمية كبيرة من الكريم شانتيه. انا كنت عاملة حسابي في كمية كويسة، يعني تكون ارتفاعها مثلا نص ارتفاع الكيكة، بس هي الكيكة ما شاء الله طلعت عالية قوي. هساوي بقى الكمية بتاعتي بتاعة الكريم شانتيه، وانضف بقى القالب كده من الجوانب علشان الكريمة اللي طلعت كده على الحروف هنضفها. وبعدين بعد لما هسويها هدخلها التلاجة كمان ساعة او نص ساعة لحد لما يعني الكريمة كده تمسك نفسها كويس.
بس بقى انا حطيتها في التلاجة وطلعتها. وهنا انا كنت خلاص الكريمة سقعت كويس. هضيف بقى عليها صوص الكراميل. صوص الكراميل هنا طبعا مش سخن، لانه لو سخن هتبدأ تعمل فقاعات وهتبوظ الكريم شانتيه معانا. فسيبته يبرد خالص تماما لحد لما الكيكة كمان تبرد في التلاجة، والكريم شانتيه كده يجمد كده ويبقى ماسك نفسه. جبت بقى جزء تاني من الكريم شانتيه كنت عاملة حسابي وحطيته في كيس تلاجة او كيس حلواني وفتحته كده، وهبدأ بقى اعمل الخطوط بالعرض او بالطول. طبعا هي الصينية بتاعتي مدورة فطولها زي عرضها، يعني اعملي زي ما تحبي بقى، في صينية مدورة او صينية مستطيلة. عملت الخطوط كده زي ما انتم شايفين. انا حسيت ان الخطوط واسعة شوية، فابتديت اني اعمل في الفواصل دي خط زيادة، علشان لما اعمل الخطوط كده بالخلة بتاعة الاسنان تظبط شكلها معايا وتدي شكل حلو. حاولي على قد ما تقدري ايدك تكون مظبوطة وانتي بتمشي بالخطوط بتاعة الكريمة كده. كريمة طعمها حلو. انا كنت جايبة كريمة خام يعني غير محلاه. وعملتها كده على طول، لان الكيكة كمان مليانة سكر والكريمة مع الكراميل طبعا مش محتاجين اي سكر. الكراميل يعني ظابط الطعم كويس قوي. وابتديت بقى اعمل خطوط بالطول كده رايح جاي رايح جاي زي ما انتوا شايفين. وطبعا الصوص الكراميل ابتدى ينزل من الجوانب، هنضفه علشان خاطر الصينية مكانتش فيها مساحة كبيرة فاضية من فوق. اخدها بقى احطها في التلاجة تبرد كده لمدة ساعتين 3. ممكن تعمليها من بالليل لحد الصبح تاكلي منها الصبح. هبدأ بقى اني اقطعها، هوريلكوا القوام شكله عامل ازاي، المسام بتاعتها حلوة ازاي. المسام بتاعتها صغيرة جدا وما فيهاش فقاعات هوا كتير، لان احنا ادينا لها كام خبطة كده محترمة لحد لما اتظبطت كده من الداخل. بصوا بقى شكل الكيكة مرتفع وجميل. ونسيت اقول لكم الكمية بتاعة الحليب. تقدروا تحطوا من كوبايتين لأربع كوبايات. الأربع كوبايات هيعملوا لتر كامل من الحليب. ده شكلها وده قوامها. اتمنى تجربوها وهتعجبكم جدا، وتقدري تعمليها في اي مناسبة عندك. شكلها وطعمها جميل. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم على خير.